عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه علمتني الصبر فعلا هو الزرع. فالصبار ده اسمه صبار اسباني، جبته نبته صغيره زي ما قلت لكم، زرعته هنا كل 15 يوم بسقيه او كل 10 ايام بسقيه لحد ما يعني في الاول جات لي يعني حته احباطه كده صغيره في الطريق. بص الاقيه مش عايز يكبر مش عايز يكبر، فبدات ان انا ايه اسقيه وخلاص، عشان ده طبعا كائن حي ومش حاطاه في دماغي. لحد في يوم على يوم لقيته بيبتدي يكبر ويطول ويرعرع كده، لقيته جميل. فتعلمت بقى الصبر، ان انا لما ازرع حاجه ما استعجلش عليها واسيبها تكبر براحتها، لان كل حاجه وليها وقتها. ففعلا ان الزرع بيعلمنا الصبر بطريقه جميله قوي قوي قوي. حتى لو انا مسافره او في مشوار بعيد وبيت وسبت الزرع ده يومين ثلاثه، رغم ان انا ساقيه قبل ما امشي وعارفه ان هيجي قبل ميعاد ما اسقيه، بلاقيه حزين وبلاقي الورق ده نايم كده وزعلان، زي ما يكون حاسس ان انا مش موجوده جنبه. فانا زرعت شويه الزرع دول جنب شقتي او جنب بيتي هنا، جنب الشقه عندي، عشان دايما اتصبر بيه ويعلمني الصبر. الزرع الجميل اللي انتوا شايفينه ده، فنصيحة اللي عايز يتعلم الصبر يزرع، يزرع ويبص كل يوم على زرعته ويسقيها ويستنى عليها لحد ما هتطلع، فعلا هيتعلم منها الصبر. فحتى الشجرة الكبيرة اللي قدامنا دي، شجرة التوت الجميلة دي، مش باينة. اه ماشي. مش باينة. فطبعا عايزة شجرة التوت مش باينة، هبقى اجيبها لكم بالنهار، لكن هنا